هل المصريين الحاليين هم أحفاد المصريين القدماء؟ ولا الاحتلالات كان ليها رأي تاني؟ أنا عارف إن في ناس كتير مستنيين الحلقة دي، مش من مصر بس، لا ده من دول تانية كتير. أول بحث مشروع ناشونال جيوغرافيك للجينوم البشري، وهدف المشروع ده هو معرفة الفروق بين الشعوب وتتبع هجراتهم من القارة للتانية. وبداية البحث كانت سنة 2005، وتم جمع أكتر من مليون عينة من 140 دولة من ضمنهم مصر. ونتيجة البحث على المصريين كانت إن جينات المصريين بتحتوي على 68% من جينات المصريين القدماء، الجينات القبطية سكان شمال افريقيا، ولقوا ان فيهم 17% تعود الى شبه الجزيره العربيه، وباقي النسب صغيره قوي بتعود الى جينات يهوديه وشرق افريقيه وجنوب اوروبيه. المشروع الثاني مشروع ماكس بلانك، واتنشر في مجله نيتشر كوميونيكيشن سنه 2017، وبعد النجاح في استخراج جينوم كامل من المومياوات المصريه القديمه بمقدار 51 عينه، ترجع المومياوات دي لفتره 1400 قبل الميلاد الى 400 ميلاديا. وهدف البحث ده ان هم يعرفوا مدى تاثير الاحتلالات التي مرت على الشعب المصري خلال الفتره دي، بالذات ان الفتره دي هي فتره سقوط الدولة المصرية القديمة. والنتيجة هي ان مومياوات المصريين لم تتأثر بأي احتلال، وان المصريين محتفظين بتركيبهم الجيني والسكاني. المشروع الثالث بحث الجينوم المصري في جامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة لوبك الألمانية. تم جمع 110 عينة من مختلف محافظات مصر من الوجه البحري والوجه الإبلي، وكان هدف البحث هو البحث عن مسببات الأمراض في المصريين وكيفية الوقاية منها. والنتيجة كانت إن ال 110 عينة متشابهين جدا ومميزين في جيناتهم ومختلفين تماما عن جينات باقي الشعوب. المشروع الرابع هو مشروع الجينوم المرجعي اللي اتعمل سنة 2020 بتكلفة 2 مليار جنيه، وهو المشروع الجيني الأكبر في أفريقيا، وهيبقى على 20,000 مصري متطوع، وهتظهر نتائجه في 2025. الشعب المصري هو رابع أنقى شعب جينيا في العالم، ففي دول لو عملت بحث جيني واحد هنلاقي فيها كوارث وحاجات هم ما كانوش شايفينها او عاملين ان هم مش شايفينها. انتوا عارفين الصور البسيطة بتاعتنا لما بنقسم الصورة نصين مع اجدادنا؟ في شعوب كتير قوي بتحسدنا عليها لانهم مش عارفين مين جدهم او كان شكله ايه للاسف. يلا اقعدوا بالعافية.